في حي اسمه على اسم وردة بنفسجية، بس أول ما تدخل تلاقي السكون والهدوء، تحس إنك في مصيف خاص بعيد عن الدوشة. بس خد بالك، البنفسج هنا مش للجميع، ده للأقلية اللي جيوبهم تقيلة. بعد ما حي اللوتس عمل دوشة بالاستثمار والجامعة الأمريكية، ظهر حي تاني مختلف تماما، البنفسج. الحي ده مش للناس اللي عايزة تكون في قلب الحدث، بالعكس، ده معمول للناس اللي بتحب الخصوصية والهدوء وبيحبوا يبعدوا عن الزحمة شوية. البنفسج من الأحياء اللي بتقول بمجرد اسمها أنا غالي وأنا رايق، درجة إن ناس كتير بتسميه حي النخبة الهادية. حي البنفسج انقسم لجزئين كبار: الفيلات، شوارع واسعة، فيلات شيك، سكانها بيدوروا على الخصوصية قبل أي حاجة. العمارات شقق بمساحات كبيرة، معمول حسابها للطبقة العالية بس، اللي مش عايزة وجع دماغ وسط الزحمة. الميزة الكبيرة للبنفسج إن تصميمه شبه كومباوند مفتوح، مناطق خضراء كتير، خدمات حوالين الحي مش جواه، وده بيخلي الهدوء مسيطر، الإحساس إنك ساكن في واحة جوه التجمع. البنفسج موجود في موقع استراتيجي قريب جدا من شارع التسعين، على بعد خطوات من اللوتس والجامعة الأمريكية، حواليه مدارس دولية وكومباوندات فخمة. الميزة الأكبر إن الحي ده مش زحمة خدمات زي اللوتس، بالعكس، الهدوء هو العلامة المميزة، وده سبب إن أسعار البنفسج بقت نار، لأنه ببساطة الهدوء بيدفعوا فيه فلوس طبعا، وطبعا المصريين برضو عملوا قفشات. كل فيلا في البنفسج فيها غرفة سرية للهروب من الضيوف. البنفسج المكان الوحيد اللي تسمع فيه صوت العصافير في التجمع. عايز تعرف إنك في البنفسج هتلاقي الشارع فاضي درجة إنك ممكن تلعب كورة قدم في نص الليل. واحد مرة قال البنفسج مش حي، ده جلسة تأمل مدفوعة الأجر. حي البنفسج أثبت إن الرقي مش في الدوشة ولا في الاستثمار السريع، الرقي ساعات بيكون في الهدوء والعزلة، بس العزلة دي تمنها غالي، تمنها مولع نار. والسؤال هنا، هل في حي قدر يجمع بين الاستثمار والهدوء في نفس الوقت؟ استنونا في الحلقة الجاية. حي الأندلس، القصر الأسباني في قلب التجمع. ما تفوتوش الحلقة الجاية، هنحكي عن حي واخد اسمه من حضارة عريقة وهي الأندلس. كانت معكم سحر غريب، استنونا الحلقة الجاية، وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة.